صباح الخير يا عنايات. مين عنايات؟ عنايات وخلاص. كل الستات والبنات متمثلة في عنايات. ناس كتير بعتلي بتقول لي الأول أنا هقول لكم أنا فين دلوقتي إحنا الساعة 6:30 بالتحديد يعني. آه، لما الواحد بيتخنق بيحب يقعد كده في مكان مفتوح أو فيه هوا نضيف الكلام ده كله. الساعة 6:30 الصبح. الجو طبعا حر ورطوبة هنا في الإمارات أو زي ما انتم شايفين، بس أنا ورايا أبراج، بس أنا المكان اللي أنا فيه ده كورنيش أهو. دي واحدة هندية ملناش دعوة بيها قاعدة جنبي. ده كورنيش، ده الخليج العربي، بحر الخليج العربي. طبعا المكان تحفة، هو منفس ننفس عن نفسنا. المهم الناس اللي بعتلي بتقول لي عايزين يجوا الإمارات، تعالى بس هو الموضوع سهل جدا. زيارة، تيكت طيران وشنطتك ويلا على الطيارة، خلاص انت كده بقيت في الإمارات. بس ما تعملش حسابك ان انت هتيجي تشتغل وتقبض وتصرف من اللي انت هتقبضه، لا، انت تعمل حسابك في لوكشة فلوس، شكارة فلوس تجيبها معاك. الموضوع مش سهل زي ما انتم متخيلين. بيبقى فيه شروط صعبة جدا علشان الناس تشتغل، وفي متطلبات يعني مش موجودة عند كل الناس. يعني أساسي 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 تكون 100% إنجليش. لو 50% لا. عشان كده في ناس كتير عندها شهادات وخبرات في حاجات كتير أوي، بس الإنجليزي ضعيف قاعدين من غير شغل. أهم حاجة تخلي بالك من النصب ثم النصب ثم النصب، 3 مرات تخلي بالك من النصب، وبالذات لو مصريين. هو طبعا مش كل المصريين، عشان بس الناس ما تزعلش مني، مش كل المصريين. هو في بعضهم هنا نصابين باحتراف، وما بينصبوش غير على المصريين اللي زيهم. يعني ما يقدرش يروح ينصب على واحد هندي، واحد باكستاني، واحد من بنجلاديش، واحد كوري، كل الجنسيات موجودة هنا. تلاقي مصري يروح ينصب على واحد من الناس دي؟ استحالة. بينصب على المصري اللي زيه. طبعا لو في اي استفسار او اي سؤال انا يعني موجودة، يعني لو حد عايز يعرف اي حاجة بخصوص السفر وكده، وخصوصا لو هم ستات، يعني في ستات كتير في التربية والتعليم، مهندسين واطباء او مهندسات وطبيبات، حابين ان هم يجوا الامارات يشتغلوا، بيبقى عايزين يسالوا يعني او استفساروا عن اي حاجه، وانا لو اقدر اعمل اي حاجه مع اي حد مش هتاخر طبعا. وصباح الخير مره تانية، يعني صباح الفل.